بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وتسليما إلى يوم الدين. حبيبي يا رسول الله. من مطبخ حنان ودنيا النهاردة إن شاء الله روتين كده تنظيف. تقومي تتشطري كده وتقومي تنفضي الكسل عنك وتعملي زي كده تمام زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو. معايا المطبخ كده مش نضيف خالص خالص خالص. يا ريت اللي يشوف الفيديو يا جماعة يعمل لي لايك عشان بيرفع من لينك القناة فضلا وليس أمرا. احنا اخوات ونساعد بعضينا وربنا يكرمني ويكرمكم ويكرمني بيكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده المطبخ معانا. شكله ما يسرش عدو ولا حبيب. بصراحة انا بالنسبة لي المطبخ عندي كده كارثة. انا كنت بعمل قرص بالليل، والمهم ايه هنكت بقى ولقيت نفسي تعبت والجو برد. شلت الفرشة وطلعتها على البلكونة ودخلت نمت، لقيت دنيا بنتي بقى بتذاكر وكده قالت لي يا ماما سايبة المطبخ كده ازاي؟ هدخل انضفه. قلت لها لا، خليكي في مذاكرتك، احنا عايزين نفرح بنجاحك وان شاء الله كلنا نفرح بنجاح ولادنا والايام دي تعدي على خير يا رب. يا رب كل بيت فيه حد بيمتحن وفي الدراسة يفرح بيه يا رب، مضيعش تعب حد. اللهم امين يا رب العالمين. قلت بقى ايه، اصحى بدري، انام واقوم بدري كده، والبدريه منسيه على راي امي ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. تقول لي قومي بدري اعملي حاجتك، مش هتحسي بحاجتك وهي بتتعمل، وهتحسي ان اليوم معاكي خفيف وحلو. فعلا والله نصيحتها بصراحه صح. قمت بدري كده ودخلت على المطبخ، سميت الله وصليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. محلى الصلاة على حبيبنا الرسول. وانتي بتعملي كده وتذكري ربنا سبحانه وتعالى، اليوم معاكي بيبقى جميل والحاجة معاكي سهلة وبسيطة. غسلت كده الايه، صفيت الاطباق والكوبايات، غسلتها. وقلت عشان اغسل واحط فيها على طول تبقى نظيفة، ما يبقاش فيها ايه حاجة. بحس كده انها اوقات بتبقى معكرة لانها جنب الشباك بتاع المطبخ. احب اغسلها كده قبل ما اغسل المواعين، اطلع كل اللي فيها، اعيد عليه غسيل تاني. اه. النظافة يا جماعة بتنور كده الحاجة وبتخليها جديدة مهما كانت الموديلات بتاعتها قديمة او ان هي حاجات بسيطة، بس النظافة بتنور. غسلت بقى كده ومعايا صابون سايل، مش ازايز، والله صابون سايل. بس ما شاء الله عليه ربنا يبارك له اللي باعهولي يعني، ويزيده كمان وكمان يا رب. هروح عاملة جيركن يا جماعة. الرغوة بتاعته جميلة جدا وبينضف حلو جدا. كمان معانا ضيف كمان جميل قوي في المطبخ النهاردة. معانا الصابون بتاعي، الصابون البلدي اللي انا عاملاه بايدي. من الزيت الفواضل اللي بتكون عندي من السمك ومن الفراخ ومن البطاطس. هتقولوا لي سمك هيبقى زفر؟ لا خالص. انا باخده وبصفيه كده وبعمل بيه الصابون. واللي عايز يشوف طريقة الصابون يدخل القناة بتاعت حنان ودنيا، وان شاء الله هيشوف الصابون وهيعجبه. طريقته سهلة وبسيطة جدا وتقدر أي واحدة تعمله، أي بنوتة كمان صغيرة تقدر تعمل. تمام. كده الصابون معايا اهوت، شايفين الرغوة بتاعته حلوة قوي قوي. أنا معرفش أغسل بصراحة الألمونيوم صابون سائل مهما كانت درجته في النظافة ودرجته في الجودة. بغسل الألمونيا بتاعتي بالصابون البلدي، أمسك السلكة وتك تك 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 يروح زي القشطة. تمام. شايفين الصواني بتاعتي، ومش برتاح برضو في اي حاجة غير في الألمونيا، في اي حاجة بعملها في الفرن. معايا الطبلية البلاستيك ديت، عاملة زي صينية كده. انا برتاح فيها في الاكل بصراحة، انا وولادي، خفيفة جدا. اجيبها في ايدي كده ومعاها الاطباق ونحط وناكل والنبي عربي. مفيش احلى من الطبلية يا جماعة. غسلتها كمان، عملت حملة تنظيف للمطبخ يلا بالمرة. طبعا دي مش زي تنظيفة العيد، طبعا انا بنضف في العيد بجيبه فوقيه تحتيه، بخرج كل اللي في المطبخ واغسله. بس دي إيه تعتبر يعني قولي ايه نظافة كل اسبوع او كل كام يوم كده. تمام. مسكت البوتاجاز بتاعي كمان غسلته بالصابون السائل. غسلته كده. وكل ما تغسلي البوتاجاز بتاعك وتحافظي على نظافته هيفضل معاكي دايما بيبرق جديد بربرق. طيب العيون بتاعت البوتاجاز دي بتغسليها بايه يا حنان؟ بغسلها بالصابون البلدي. بمسك كده الصابونة راغيها على السلكة وهاتك يا دعك 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 يروح زي الفل. ما تسيبيش العيون بتاعتك كده تمسك في البوتاجاز والدهون تملى الدنيا، لا. قبل ما تعملي الاكل فكيهم واغسليهم، وبعد ما تخلصي اكلك عشان هو الاكل طبعا بترتش على البوتاجاز، فوطه كده ومسحيه هيروح زي الفل، هيروح برو برو.
معانا الفوط بتاعت المطبخ، اقول لكم ايه بقى، دي ملايات قديمه عندي بقصها كده وبعملها فوط. ملايات، دفايات، الله على الدفايه دي في المسح جميله جدا. بغسلهم كده برضو بالصابون البلدي بتاعي، وبقوم معصراهم ونشراهم على الشباك بتاع المطبخ، بيبقى كله شمس كده، ما اقولكيش تضير اي ميكروب. وكمان صفيت الصابون والليفه غسلتها يلا بالمره. ايه دوت. طبعا الصحيان بدري بيبقى فيه نشاط كده وفيه حيوية، بتحس ان انت نشيطة. وكمان المطبخ بتاعي غسلته، شفتوه في اول الفيديو وانا بشطفه كده، بشطفه ومش بمسك فوطة وامسحها عشان ايه ما يعملش ايه تجيرة كده، بسيب المية تسحب كده بيبرق برو برو. تمام. ومعايا كمان السيراميك بتاع الحوض غسلته، والحنفيات غسلتها، ومعودة بنتي كمان حنفيات الحمام والمطبخ تدخلي عندي تلاقيها بتبرق كده من النظافة. هي حاجات بسيطة خالص ودقايق مش معدودة، وبتروح كل حاجة زي الفل. شيلي الكسل عنك كده وقومي نضفي. وكمان شوية صابون سايل في الأرض وعليهم حبة كلور، يلا ندعك الأرض. يلا بالإيه، بالمقشة بتاعتي، ويلا تك 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 تك. حد اشترق عليا يا جماعة، أنا بعمل كده بحمسكوا على النظافة. تمام، أنا عارفة إن احنا كلنا نضاف، بس ساعات بتجيلنا أوقات كسل. وبال... وبالمساحة كده وشوية مية وسحبت، راح زي الفل. تمام. يا ريت اللي يشوف الفيديو يعجبه يعمل لي لايك، ما يستخسروش فيا، جبران الخاطر على ربنا سبحانه وتعالى، اجبروا بخاطري يجبر بخاطركم ربنا. يا رب اللي يشوف الفيديو كده ويعجبه يعمل لي لايك ويكتب لي تعليق، انا ببقى فرحانة قوي بأي تعليق بيجيلي. شايفين الألمونيا بتاعتي بتبرق بتبرق. وصواني الفرن كمان ما شاء الله عليها، والبوتاجاز بتاعي اي نعم هو مفاتيحه طايرة بس زي الفل وزي القشطة. شايفين؟ شوفوا السيراميك كمان في ازاز في ازاز المطبخ، وشوفوا السيراميك كمان في الايه، في ضرفة المطبخ، ما شاء الله. ربنا يدينا الصحة ما ياخدناش لحد يا رب يا رب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.